السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا بعد غيبة 3 4 شهور. الحمد لله رب العالمين على كل حال، بس أمانة ما تنسونيش في دعائكم. المهم بقى، بما إننا دخلنا مدارس، كل سنة وأنتم طيبين يا رب وبأفضل حال. فخلاص بقى قلت أبتديها بالعيش الفينو. وطبعا هنشكل في حاجات كتير، هنعمل ميني بيتزا، هنعمل معجنات، هنعمل حاجات اقتصادية كتير، وهنعمل كمان عيش اقتصادي أكتر من ده كمان. أنا بس حبيت أبدأ بحاجة يكون فيها نسبة بس من القيمة الغذائية، وبعد كده هنبتدي بقى نقلل ونزود براحتنا. بعد كده ندخل في الفيديو ونقول بسم الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اللي في الطبق ده كيلو دقيق كامل على بعضه. ودي كوباية مية دافية. هحط كوباية المية الدافية في طبق جنبي، وفي نفس الوقت هاخد من الكيلو دي كوباية من الدقيق. تمام، يعني الإجمالي بتاع الدقيق كله كيلو واحد. هنا هنعمل خليط السوائل، بس هحط شوية إضافات على الدقيق. هحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ده بيدينا هشاشة حلوة كده في العيش، وكمان نص معلقة من الملح. وهقلبهم على بعض وهركنهم جنبي لحد ما اعمل خليط الخميرة، اللي هو عبارة عن ايه؟ زي ما اتفقنا، كوباية مية دافية. ولازم تكون دافية عشان خاطر الخميرة تشتغل، ولا تكون من حنفية ولا تكون سخنة ما تموت معانا الخميرة. وهضيف عليهم 4 معالق من السكر كبار، وده مش هيخلي العيش مسكر خالص. يعني اطمني، السكر مش كتير ولا حاجة. وهنا معايا بضاية، ممكن تستغني عنها خالص البضاية دي. وان شاء الله نتكلم ان ازاي نستغنى عنها، يعني ضيفي نفس الخطوات وتستغنى عنها خالص. واخدت كوبايه الدقيق وضفتها عليها وهقلبهم كويس، وهنضيف الماده الدهنيه دي مقدارها نص كوبايه. ممكن تبقى زيت بس، ممكن تبقى سمنه بس، ممكن تبقى زيت على سمنه زي ما انا عملت، ممكن تبقى زبده بس، ممكن تضيفي اي حاجه من الثلاثه. المهم المقدار بتاعها بيبقى نص كوبايه. تمام. وبعد كده هضيف معلقتين كبار من الخل، وده مهم جدا في الوصفة. حاولي ما تنسوش، لان في ناس كتير قوي بتبقى ماشية بنفس الخطوات وما بتحطش، بتنسى تحط الخل. وبما اننا حطينا بضاية، هحط نقطتين 3 من الفانيليا. ولو عندك من الفانيليا اللي هي البواكي اللي هي الصغيرة دي، ضيفي رشة بسيطة، ما تكتريش، لانها مش محتاجة انك تضيفي الكيس كله. هنا يا دوبك انا محتاجة ان الخميرة بس تبتدي بس تشتغل معايا، انا مش عايزاها تخمر خمر كامل. وضفت بقى خليط الخميرة على الدقيق، وهبتدي اشتغل عجن بايديا بعد المعلقة. وهشتغل واحدة واحدة. حبة مية طبعا، لازم برضو المية تكون دافية، شوية مية بشوية بشوية لحد ما العجينة توصل زي ما انتوا شايفين كده. ولازم تتعجن كويس قوي قوي قوي. طب خدت معايا قد ايه مية؟ خدت معايا غير كوباية المية الدافية اللي عملنا بيها الخميرة، خدت معايا كوبايتين وربع مية دافية تاني. يعني الاجمالي 3 كوبايات وربع من المية. ممكن تاخد معاكي انت اقل حاجة بسيطة او اكتر حاجة بسيطة. المهم ما تحطيش المية كلها على بعض، انت حطي حبة بحبة واعجني عشان العجينة تبقى مظبوطة معاكي. وانا عايزة عجينة طرية، يعني بسيط، مش عايزاها ناشفه، لا انا عايزاها طريه عشان العيش يطلع معانا طري في الاخر. هنا هنيجي عند مرحله التشكيل بتاعه العجينه. انا سبتها يا دوبك مركونه جنب مني، يعني من ربع ساعه لتلت ساعه. انا عايزاها تريح، انا عايزه العجينه تريح، بس انا مش عايزاها تخمر. وهبتدي اشكل. انت بقى لو عايزه الرغيف طويل براحتك، عايزاه كبير براحتك، عايزه الرغيف صغير اللي هو الميني ده براحتك، عايزه تشكلي العيش يبقى كايزر زي ما انا عامله كده دلوقتي وتدخليه الفرن على كده براحتك. التشكيل ده بتبقى حسب انت عايزه ايه. ممكن تعملي من الكيلو كذا شكل، ممكن تعملي ميني اللي هو الصغير، ممكن تعملي ارغفه كبيره، ممكن تعملي كمان اللي هو عيش الكايزر اللي هو المدور. تمام، يعني التشكيل ده ملوش علاقه بحاجه بتنقص او بتزيد، لا ده بيبقى حسب براحتك انت. هنا احنا عايزين العيش زي ما انتوا شفتوا في الاول كده، بيبقى فيه هشاشه كده وعامل لبه كده من جوه. فهنفرد العجينه سواء بايدينا سواء بالنشابه، ايا كانت الطريقه اللي هتفردي بيها حسب راحتك انتي. في ناس بترتاح قوي ان هي تعمل بايديها، بس في ناس بتبقى بالنشابه، ايا كان بقى الطريقه. وهتفردي وهتبرمي، واهم حاجه اهم حاجه تقفلي كويس. ما تحطيش هنا دي، انا اتعمدت اعمل على المفرش مره، واتعمدت اعمل على الرخامه مره، وفي الحالتين ما ضفتش دقيق. ليه ما ضفتش دقيق؟ عشان خاطر العجينه تقفل على بعض وما تفتحش في التخمير. لان التخمير لو حاطه دقيق انت ياما او حاطه زيت، هتفتح معاكي والرغيف هيبقى شكله مش كويس. وبعد ما بقفل كل الاحرف بتاعتها كويس، بحطها في الصينيه جنبي. وهبتدي اغطيها بكيس تلاجة عادي انا فاتحاه ومغطيه بيه. سبتها جنبي تقريبا لحد ما حجمها ابتدى يتضاعف شويه كده معايا. مش عايزاها اكتر من كده، لان هي كده كده هتزيد في الفرن. وهجيب بقى صفار البيضه، حطيت عليها معلقه لبن ونقطتين 3 من الفانيليا، وهبتدي ادهن بيها الوش. طب لو انا استغنيت خالص عن البيضه،
احنا قلنا في الاول ممكن نستغنى عن البيضه. ممكن بقى لو مش عايزه تعمليها بالصفار بتاع البيضه، ولو انت من الاساس مش عايزه تحطي البيضه، ممكن تعملي ربع معلقه، معلقه صغيره من السكر على ربع كوبايه ميه، وتقلبيهم كويس مع بعض وتدهني بيهم الوش. وممكن تدهنيها لبن بس، اللي هو لبن الحليب العادي. ممكن تحطيها من غير حاجه خالص، هي كده كده العجينه فيها نسبه دهون. هم بتاع الافران مش بيدهنوها اصلا عشان تبقي عارفه، بس هي افرانهم بتبقى مجهزه ان هي الحاجه تتحمر من جميع الجهات. بعد ما دهنتها بخليط البيض واللبن، رشيت رشه بسيطه من السمسم، ممكن طبعا يبقى حبه البركه، ممكن من غير خالص. وادي العجينه دخلتها في الفرن في نص الشبكه، خدت معايا تقريبا من 10 دقايق لربع ساعه. وادي العيش طالع معانا زي الفل. اول ما طلعت من الفرن اديتها رشه بسيطه جدا من الميه، رشه بسيطه جدا من الميه، وغطيتها بفوطه نظيفه بس كده، وسبتها لحد ما هديت شويه. بعد كده ابتديت اطلعها من الصاج وسبتها هديت تماما. تعالوا بصوا بقى التوريقه اللي انا اتكلمتكم عليها عامله ازاي. هنحاول كمان اعمل زوم على الكاميرا وتبان معاكم ان شاء الله. والكيلو دي عمل معانا حبه حلوين قوي. انتوا ممكن تعدوا العيش، انا ما عدتوش بصراحه. بصوا بقى، بصوا الهشاشة. ده فايدة ان احنا عملنا العجينة طرية. لو العجينة ناشفة مش هيعمل معاكي الحركة دي، مش هيبقى ناعم كده وهش قوي. اهم الملحوظات بتاعة الفيديو، العجينة تبقى طرية شوية، ما تبقاش ملزقة قوي، وكمان تتعجن كويس جدا جدا. شرط اساسي في نجاح اي معجنات ان هي تتعجن كويس جدا. طب انا عملت كمية زي ما انا عاملة كده وعايزة احتفظ بيها، هعمل ايه؟ هتحطي المقدار بتاعك. انا حطيت كل 4 ترغفة في كيس تلاجة وعلى الفريزر. اول ما بيبرد، ما بتحطوش سخن طبعا. وسبت الحبه دول هعمل منهم السندوتشات او هنفطر بيهم. والباقي طبعا انت ممكن تحطي بقى العدد اللي انت عايزاه، ممكن تحطي 8، ممكن تحطي 7، ممكن تحطي العدد اللي انت بتحتاجيه في المره، وهتعبيهم في اكياس وتحطيهم في الفريزر. عارفه نفسك تاني يوم هتعوزي سندوتشات، هتطلعيهم بالليل، هتصحي الصبح كانك لسه عاملاهم. نسيتي طلعيهم قبل منها بنص ساعه، برضو كانك لسه خابزه العيش. حطي في بطنك بطيخه صيفي، لو اتحط شهر في التلاجة مش بيجرى له اي حاجه. العيش هش جدا جدا، ريحته حلوه جدا جدا. اتمنى يا رب تجربوا الطريقه. لو عندك اي سؤال اكتبي لي في التعليقات. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسيش لو عجبك تعملوا له لايك، ولو انت اول مره تشوفيني وتزوري القناه وعجبك المحتوى، اشتركي في القناه وفعلي الزرار للكل. وان شاء الله استنوا فيديوهات معجنات كتير باذن الله. هنعمل مع بعض حاجات كتير للمدرسه، مش كل مره هنعمل زي ما قلنا عيش فينو، في افكار كتير جدا جدا. وان شاء الله واحده واحده هنبتدي ندخل العيش الاسمر في المعجنات، لان انتوا عارفين ان غلط ان يوميا الولاد تاكل معجنات بالدقيق الابيض اللي هو الزيرو، اللي هو العادي بتاعنا ده. يلا بقى نقفل الفيديو على كده. اشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.